السلام عليكم يا احلى متابعين، نتمنى انكم تكونوا باحسن الاحوال. ثم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد التحليه اللي لذيذه بزاف ومنعشه واقتصاديه بمكونات متوفرين في كل منزل باذن الله. نبدا بالمكونات وطريقه التحضير. فغادي نحتاج هنايا من 5 حتى 6 العلب. هاد العلب الصغارين كيكس هنريس اولا اي كيكس كتفضلوه نتوما ماريا او لا اي نوع اخر، مع جوج معالق كبار مملوئين جيدا بالزبده. غادي نذوبوا ديك الزبده وغادي نطحنوا ديك كيكس. كيكس يعني طحنوه نتوما وقد ما خصكم، واش خصكم بودر غابره يعني طحنوه مزيان او لا غير هنمشوه، فلكم الاختيار. صافي غادي نبداو نضيفو الزبده بالتدريج على ديك كيكس ديالنا، وحنا كنخلطوها بحال هيدا باش كتلبس لنا ديك الزبده، كتلبس لنا بكميه ديال الكيكس اللي عندنا كامله. صافي مورا ما لبست ديك كيكس كامل بديك الزبده، غادي نخويه هنايا في واحد المول اللي القياس ديالو 22 سنتيم. هاد القياس هذا اللي عطيت لكم انا يمكن لكم تعدلوه في المول اللي بين 20 سنتيم حتى ل 25 سنتيم، لكم الاختيار. صافي هنايا غادي نحاول نضغط هيدا على ديك الكيكس بملعقه اولا بالكاس اللي كتفضلوا نتوما، حتى كنساويو الوجه السطح ديال الكيكس كامل يكون قد. صافي من بعد ما نساويو الوجه كامل غادي نحشيو هاد المول هذا في النبيره، وغادي نبداو نوجدو الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه غادي نحتاجو هنايا 6 معالق دنشا اولا كريم باتيسري اللي عندكم، مع 6 معالق سكر سنيده، مع معلقه صغيره من الفاني. صافي غادي نخلط هاد النواشف هيدا، ومن بعد غادي نضيف واحد البيضه كامله، وحتى هي غادي نحاول نخلطها هيدا كما كتشاهدوا معايا. وغادي نضيف ايضا نصف كأس من عصير الليمون، وغادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان. صافي من بعد ما تجانسوا لي المكونات مع بعضياتهم جيدا، غادي نضيف هنايا لتر من الحليب. غادي نبدا نضيفه بالتدريج كما كتشاهدوا معايا وانا كنخلط. صافي من بعد ما غادي نضيف لك كميه ديال الحليب كامله اللي عندي، غادي نرد هاد المكونات على البوطه مع التحريك المستمر حتى كيعقد لنا الخليط ديالنا بحال هاد الشكل هذا. صافي غادي نجيب هنايا المول ديالي وغادي نخوي فيه الخليط ديالي كما كتشاهدوا معايا. صافي وهنايا غادي نحاول نسوي السطح ونحشيه في النبيره، يبقى لنا بين 4 ساعات حتى الليله كامله الا بغيتو. يعني يمكن لكم تعدلوا هيدا مع ملي تكونوا كتوجدوا الفطور وتسحروا به في هذا رمضان. صراحه كيجي لذيذ بزاف وكيبرد وكما كتشوفوا اقتصادي. صافي هنا من بعد ما زينته، انا زينته بشويه د كيكس اللي طحنته مزيان وشويه شرائح الليمون، وصافي هذا هو الشكل النهائي. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم هاد التحليه هذه، ونتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، ونتمنى انكم تدعموني في الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد باذن الله. وما تنساوش الاعجابات والتعاليق من الفيديوهات ديالي باش كتزيدوا تحفزوني باش نزيد انا من الوصفات. وشكرا بزاف، نتلاقاو في فيديو اللي ماجي. مع السلامه، دمتم في امان الله وحفظه.